كانت قاعدة قدامي في العيادة وبتقول جملة صعبة جدا. أنا بخاف من نفسي لما بتعصب على ابني. بتقولي أنا بحبه، بس أول ما يغلط بحس إن في حاجة جوايا بتنفجر وبصرخ عليه بشكل يخوفني أنا قبل ما يخوفه هو. وبعدين قالت حاجة أخطر: أنا مش فاهمة أنا ليه بعمل كده. الحقيقة اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها إن اللي بيحصل ده مش ضعف شخصية، ده ليه علاقة بحاجة في علم النفس اسمها emotional regulation، يعني قدرتك على إنك تتحكمي في مشاعرك قبل ما تتحكم فيكي. بس الصدمة الحقيقية إن المشكلة مش في الطفل أصلاً، الطفل مجرد زرار. في الفيديو ده هفهمك إيه اللي بيحصل جواكي لحظة الغضب، وليه بتنفجري فجأة، وإزاي توقفي ده قبل ما يحصل. أي حد ممكن يغضب، لكن إنك تغضبي من الشخص الصح بالدرجة الصح في الوقت الصح ده مش سهل. الأم دي لما بدأنا نفهم أكتر اكتشفنا إن إحساسها وقت العصبية هو نفس إحساس قديم كانت بتحس إنها مش مسموعة وهي صغيرة، فأي تصرف من طفلها كان بيشغل نفس الإحساس. لما بدأت تاخد بالها من الإشارة دي، رد فعلها اتغير قبل ما يوصل للانفجار. فلو أنت فاكرة إنك عصبية بطبعك، فأنا محتاجة أصحح لك فكرة خطيرة. أنت مش عصبية، أنت متراكمة، والتراكم ده هو اللي بيخلي رد فعلك أكبر من الموقف 10 مرات. جزء واحد: ليه بننفجر؟ ليه بنستحمل طول اليوم وبننفجر على أطفالنا بس؟ لأن الطفل هو المساحة الآمنة، مفيش فلتر اجتماعي، الضغط بيتفجر في أضعف لحظة. الدماغ وقت الضغط بيشتغل بنظام fight or flight response. إيه اللي بيحصل جواكي فعلاً؟ في حاجة اسمها تنظيم المشاعر emotional regulation. لو المهارة دي ضعيفة، أي ضغط صغير يساوي انفجار، أي رفض يساوي هجوم، أي إزعاج يساوي عصبية. جزء 3: الحل العملي. مش هقولك إيه دي لأن ده غير واقعي، هقولك تعملي إيه وقت ما الغضب بيبدأ. الخطوة 1: اكتشفي الإشارة، ضربات قلب أسرع، شد في الجسم، صوت داخلي متوتر، دي لحظة الإنقاذ. الخطوة 2: سمي الشعور، أنا مضغوطة مش غضبانة. الخطوة 3: حركة جسدية، امشي، اغسلي وشك، غيري مكانك. الخطوة 4: غيري طريقة الرد، بدل أنت دايما بتتعبني قولي أنا تعبانة ومحتاجة هدوء دلوقتي. جزء مهم: لو المشكلة بتتكرر، الحل مش في السيطرة اللحظية بس، لكن في بناء نظام يهدي حياتك. لو وصلتي لمرحلة إنك بتندمي بعد كل مرة تتعصبي فيها، اكتبي في الكومنت أنا عايزة أغير ده، لأن أول خطوة في التغيير إنك تعترفي إن في حاجة محتاجة تتغير.